من اكتر الفيديوهات المحببه الى قلبي هي فيديو تغيير الموبايل. ومين فينا بيحبش التغيير؟ انت كل شويه كده بيجيلك فتره تبقى زهقت مليت، حتى لو انت مبسوط مع الحاجه اللي انت بتعملها، بس بيجيلك حاله من الملل. وزي ما انت قريت كده في العنوان، انا هغير من ايفون لاندرويد. ولو انت زيي وجات لك حاله من الملل من موبايلك الايفون اللي انت بتستخدمه، تابع الفيديو ده. بس قبل ما نكمل، احنا راجعين كده بقوه، فلازم تظبطني كده بلايك، فعل زر الجرس لو انت مش مفعله عشان في ناس كتيره مش بيوصلها اشعار ان الفيديو نزل، وتسيب لي كومنت رايق كده تقول لي انت زهقان زيي ولا لا. الموبايل ايفون انا بستخدمه للسنه الثالثه على التوالي، وهو الايفون 13 برو. انا حولت لل 14 برو بس بصراحه ما حسيتش فيه جديد، رحت بعته ورجعت تاني لل 13 برو، هو موبايلي الاساسي. وحاليا كده عندي حاله من الملل، زهقت. طب ليه زهقان؟ للاسباب اللي اقول لك عليها دي. مؤخرا التحديثات بتاع ابل بتخنقك اكتر، يعني ما بقتش بتحسن، هي بحس ان هي بقت بتشوه الموضوع اكتر. جليتشات كتير قوي في النظام. الواتساب ريكورد لما بتيجي تعمل مثلا تبعت فويس او حاجه بيعلق كتير جدا بعد اخر ابديت، وحاجات كتيره قوي بتحصل. ويعني لو تابعت كل واحد هتلاقي تجربه مختلفه، وهتلاقي حاجه عنده بايظه بشكل مختلف. يعني الاساسي عند الكل هيبقى البطاريه دايما مع كل ابديت بتبقى اسوأ من الابديت اللي قبله. طبعا احنا عارفين ليه. ده غير بقى ان هم خلاص وقفوا دعم الاكسسوارز الان اوثرايزد، او اللي هي مش من ابل. يعني انت مثلا عايز تجيب وصله بسيطه او حاجه تمشي بيها حالك من اي براند تاني غير ابل، مش هتعرف، لازم تستخدم منتجات ابل. وده برضو سام هاو بيخنقك شويه ويجبرك ان انت تستخدم حاجه معينه. طب افرض الحاجه دي مش متاحه، انت مش هتعرف تاخد التجربه بشكل كامل او بشكل شغال كويس، عشان مثلا اي وصله او اي حاجه تانية او اي منتج تاني من اي شركه مش هيبقى شغال بشكل كويس. فلو بصراحه ابتديت امل كده، وانا ما بحبش حد يجبرني او يحشرني في حته واحده. يا عم انا عايز اجرب حاجات تانية، عايز اشوف حاجات تانية، عايز اجرب اي ماركه او اي براند تاني، تحسبا ان المنتج بتاعك مش موجود، واحنا في اصلا في وضع دلوقتي مش مستقر، واستيراد مش شغال احسن حاجه. المهم يعني انا الخلاصه ان انا مليت، فعايز اروح بقى لحاجه جديده كده تخليني كده ارجع يبقى عندي شغف بالموبايلات تاني، وابتدي انبسط بالموبايل اللي انا بستخدمه. هدي لك كده كام ثانيه كده تخمن. خمنت؟ غالبا ممكن تخمن صح، وهو الشاومي 13 وليس ال 13 برو. وهذا لاسباب عده هختصرها لك في 10 اسباب بس. اولهم انا سايب ديزاين بريميوم، وحجم يعتبر كان في كف ايدي كده، يعني على قد كف ايدي، فانا عايز نفس الديزاين ده بس على شكل اندرويد. ومؤخرا موبايلات الاندرويد بسم الله ما شاء الله بقت يعني تحسها فردة شبشب كده. انا عايز موبايل اندرويد يبقى على قد قبضه ايدي كده. شايف ده برنس في نفسه. بالاضافه انا جاي من ديزاين بريميوم، فعايز برضو ديزاين بريميوم. الوش والظهر من ازاز، وفريم من الالومنيوم، بشاشه 6.3 انش. وحشني فعلا المقاس ده في الايد، وده اول سبب يخليك تشتري موبايل. الشاشه بتاعته اموليد فول اتش دي بلس، بتدعم الدولبي فيجن، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، بالاضافه اللي هي بتدعم ال 120 هرتز. شاشه من افضل الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها على محتوى وتستمتع وانت بتتفرج. كل اللي انت محتاجه في اي شاشه على موبايل هتلاقيه. وده كان اول سبب ممكن يخليني عادي استغنى عن شاشه الايفون وما احسش بفرق الجوده او بفرق الالوان. تاني سبب، انا جاي من معالج ابل اي بايونيك 15، معالج جبار بصراحه، بيخلي الموبايل بص كل حاجه بيفرمها. بس رايح برضو لمعالج جبار تاني، وهو السناب دراجون 8 جين 2، والمعالج ده بيجي بتقنيه تصنيع 4 نانومتر. المعالج ده مخلي الموبايل طلقه، كل حاجه هنا بتفتح بسرعه. اطلع من ابلكيشن روح للتاني، افتح ابلكيشنز براحتك. ومش ده بس اللي مساعد على السرعه، تاني حاجه اساسيه في الموضوع السرعه ده هي نوع الذاكره الداخليه اليو اف اس 4.0. الترانزيشن حتى والانيميشن لما بتطلع من ابلكيشن وتروح التاني وهو بينبثق في وشك كده، انا بحب الانيميشن دي، واللي دايما بلاقيها في الايفون كده مليان ترانزيشن ناعمه وسلسه واوبتمايزد جدا. وهنا بصراحه الموضوع مطبوخ بطريقه صح. بالاضافه للميو اي 14 اللي مخلي شكل الفولدرز والايقونات تقدر تتحكم في شكلها ويبقى قريب قوي من الايفون، بس بقى مديني بقى اوبن سورس اندرويد، اعمل بقى فيه اللي انت عاوز تعمله. حتى تقريبا هم قريبين قوي اصلا للشكل من الظهر، لو جبت كده الاثنين جنب بعض نفس تربيعه الكاميرا. والكاميرات دي بقى حوار هنتكلم عنها كمان شويه. اول 3 اسباب اتكلمنا عنهم. رابع سبب وهي الكاميرا، بصراحه ما ينفعش اخليها للاخر. عندك هنا كاميرا اساسيه بالتعاون مع لايكا 50 ميجا بكسل. الكاميرا دي بتطلع صور بلوك. اول مره اشوف موبايل اندرويد من شاومي خاصه، بلاش اندرويد عشان ما نعممش، من شاومي خاصه بيطلع اللوك ده. ازاي الصور حلوه كده، ازاي التعديل على الالوان والشاربنس اللي في الصوره حقيقي وحلو، يعني مش مفيش افوره ومفيش اي حاجات زياده. تاني كاميرا تستخدمها اكتر وهي الكاميرا التليفوتو ال 10 ميجا بكسل. الكاميرا دي بتطلع شاربنس مش طبيعي، وبتطلع صور
بوضع بورتريه كده حلوه جدا، وتقدر تقرب كده من الاشياء او اي حاجه بتصورها وتاخد صور ماكرو بتفاصيل يا جدعان مش طبيعيه. او موبايل اندرويد فعلا يعني الاقيه بيطلع تفاصيل دي احسن من كاميرا الماكرو اللي في الايفون بكتير بمراحل. الكاميرا في الايفون الماكرو ما جاتش اصلا. الكاميرا السيلفي اللي ممكن تعاني شويه قدام الايفون، الكاميرا هنا 32 ميجا بكسل بصراحه بتطلع صور حلوه جدا، من انظف الصور اللي ممكن تطلع من موبايل شاومي بالكاميرا السيلفي، عشان دايما شاومي عندها عقده الكاميرا السيلفي مش بتعرف تظبطها قوي بصراحه. الكاميرا الخلفيه تعال هنا مع لايكا مع افكتات لايكا طلع الصور تحفه. الكاميرا السيلفي ما فيهاش حوار لايكا ده، فالموضوع لسه في اللوك بتاع شاومي، بس السكين تون اتحسن كتير، الشاربنس اتحسنت قوي، بس لسه ما قربتش الايفون، لسه محتاجه شويه. بس انا كبيتر بتصور صور بالكاميرا الخلفيه اكتر ما بتصور سيلفي، فانا ببقى معتمد بشكل اكبر على الكاميرا الخلفيه وبتهمني اكتر. الكاميرا هنا برضو بتطلع صور ما زالت حلوه جدا، هي بس مقارنه بالايفون اقل منها، لكن هي مقارنه باي موبايل اندرويد تاني زيها واحسن منها كمان. سادس سبب واكتر حاجه انا مثلا بحبها في الموبايل وهي السماعات. الايفون 13 برو فيه دول سبيكر، سماعه المكالمات شغاله مع السماعه السفليه علشان تديك صوت ستيريو، وهنا نفس الكلام. الموبايل هنا في مكان من فوق بيطلع منه الصوت، وفي السماعه السفليه من تحت. واحد من افضل الموبايلات اللي ممكن تسمع عليها الاندرويد، تريبل وبيز، والموبايل عالي بطريقه واضحه عن اي موبايل اندرويد تاني ممكن تستخدمه، فالصوت هنا تحفه. سابع حاجه وهي الكونكتيفيتي على الموبايل ده. عندك واي فاي 6 اي، عندك بلوتوث 5.3، عندك الان اف سي موجوده اللي انا دايما بحتاجها في اي موبايل انا بستخدمه عشان بقى شحن الكارت الكهرباء والحاجات دي، او الدفع اللاتلموسي والاجواء دي. عندك كمان الاي ار بلاستر لسه شاومي محافظه عليها لغايه دلوقتي، اللي هو اللي بيخليك تتحكم في اي جهاز عندك من خلال الموبايل بتاعك، لسه موجوده في الموبايل ده. تعمل ميزه يمكن وحشتني هي الفينجر برينت، البصمه اللي موجوده تحت الشاشه. البصمه هنا موجوده تحت الشاشه، طلقه سريعه ما بتغلطش ما بتعلقش، واحده من اسرع البصمات اللي ممكن تستخدمها في حياتك. اخر واقوى ميزه وحشتني في اندرويد وهي سرعه الشحن وحجم البطاريه. البطاريه في الموبايل ده 4500 ملي امبير، وبتدعم الفاست تشارج ال 67 واط، وبتدعم الوايرلس تشارج ال 50 واط، والريفرس تشارج ان انا اشحن الموبايل تاني بقدره 10 واط. يعني تقريبا الارقام تكفي. طبعا الايفون كان بيشحن بسرعه بالشحن ال 20 واط او الماكس سيف ال 15 واط، يعني كان مقبول جدا، وبيشحن بسرعه على حجم البطاريه بتاعته وعلى النظام بتاعه بيشحن بسرعه. بس انت عندك هنا البطاريه هنا 100% في ساعه الا تلت، وبالوايرلس تشارجنج في ساعه الا 10 دقائق، فاسرع بحبه حلوين من الايفون. ففعلا البطاريه هنا مأديه اداء محترم جدا، اللي هو ممكن على الاستخدام المتوسط يومين، لو انت بتفرم من الموبايل يوم، وممكن يوصل 9 ل 10 ساعات سكرين اون تايم. فانا مش عايز اكتر من كده، ارجع بقى لوقت الاستخدام البطاريه براحتي وسرعه الشحن، ولا انا استخدم اي اكسسوارات من اي حته، اللي هو بقى احس كده ان انا ايه، مفيش حد جابرني على حاجه، اللي انا واخد راحتي شويه. بس في كام حاجه ممكن يكون مش موجودين في الموبايل ده. اول حاجه اللي مفيش مدخل 3.5 مللي، بس انا اتعودت على ده من الايفون، فانا دايما بستخدم سماعه بلوتوث، فدي ما عنديش مشكله فيها. يمكن الحاجه اللي انا اشتقت لها بما ان الموبايل بتاعي بنسخه شريحه واحده، او النسخه اللي موجهه للشرق الاوسط فبشريحه واحده او بخط واحد، هنا الموبايل ده بشريحتين، فانا وحشني الموضوع ده ان انا امشي بموبايل فيه شريحتين مش شريحه واحده، ما اضطرش ان انا امشي بموبايل تاني. او ممكن طبعا اجيب نسخه هونج كونج اللي بيبقى فيها شريحتين، بس انا للاسف معايا النسخه اللي هي شرق اوسط. هنا ما تقدرش كمان تضيف ميموري كارد، هتكتفي بالمساحه الداخليه بتاعه الموبايل، وانا اصلا مش محتاج اكتر من 256. انا برده المساحه بتاعتي على ايفون 256 وما مليتهاش اصلا، او ما مليتش نصها اصلا، فانا كبيتا مش محتاج اكتر من كده. اخر حاجه سعر الموبايل اللي هو بيبتدي من اقل نسخه بحوالي $650 ويطلع معاك لغايه $750 لاعلى النسخ. موبايل اندرويد شبه متكامل. الفتره الجايه هحاول اقول لكم بعد فتره كده تجربتي، هل هزهق، هل همل، هيوحشني الايفون تاني، ولا هكمل على الاندرويد ومش هرجع للايفون تاني. هنشوف الفتره الجايه وهشارككم بتجربتي الفتره الجايه تبقى ماشيه ازاي. فانت لو مكمل بقى الفيديو لغايه دلوقتي طبعا ما تنساش تظبطني بلايك وتقول لي كده، شاركني بتجربتك، هل مريت باللي انا مريت بيه ده؟ حولت من ايفون لاندرويد، حولت من اندرويد لايفون؟ شاركني بتجربتك، وحولت من موبايل ايه لموبايل ايه؟ شاركني بتجربتك تحت الفيديو في الكومنتات، وانا هقرا كل الكومنتات واشوف الناس كده كانت بتتكلم على ايه. وبس يا معلم، ولو انت مش مشترك لازم تشترك وتبقى من العيله الصغيره بتاعتنا، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.